السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. زي ما حضراتكم عارفين، النادي المصري الحمد لله صعد لدور الثمانية في مسابقة كأس مصر بعد فوزه الغالي 3-2 على حرس الحدود في الوقت الإضافي. والحقيقة إن النادي المصري في المباراة دي ما فازش على حرس الحدود وبس، ده فاز على اتحاد الكرة ورابطة الأندية والفساد الكروي في مصر. إحنا عندنا 3 مسابقات: الدوري العام وكأس مصر وكأس الرابطة. ايه المانع اننا نلعب البطوله على بعضها؟ يعني هنلعب الدوري يبقى ملناش دعوه بكاس مصر وكاس الرابطه. هنلعب كاس مصر يبقى نكمله، مش نلعب ماتش في دور ال 16 وبعدها بشهر نلعب دور الثمانيه. ده مش عدل ابدا. وخير مثال على كلامي ماتش زي ماتش المصري وحرس الحدود في الكاس. الماتش ده كان كفيل انه يخليك تخسر كل حاجه في ثانيه. المصري لو كان خسر، وده شيء كان وارد يحصل، لان الحرس كان متقدم مرتين 1-0 و2-1، كان هيلعب نهائي الرابطه بمعنويات منخفضه، لان الهزيمه دايما بتسبب اثار سلبيه. طب المصري الحمد لله فاز وصعد لدور الثمانيه. هنلاعب مين في دور الثمانيه؟ مش عارفين. ليه؟ عشان دور ال 16 لسه ما خلصش، لسه الاهلي والداخليه ما لعبوش مع بعض. ما هو انا من حق اعرف هلاعب مين في دور الثمانيه وامتى. ما هو انا لما لاعب الداخليه غير لما لاعب الاهلي، لما العب الاسبوع الجاي غير لما العب الشهر الجاي، غير لما العب السنه الجايه. كل الحاجات دي بتأثر على الأداء والتركيز والنتائج. احنا عايزين تكافؤ فرص يا جماعة، وده حقنا. عايزين تكافؤ فرص، وانا بقول اهو واحنا كسبانين مش خسرانين، عشان محدش يقول اننا بنتحجج. امبارح لعبنا ماتش في كاس مصر، وبعدين هنلعب في الدوري ماتشين مع فاركو وسموحة، وبعدين نهائي كاس الرابطة. ده اسمه كلام؟ ده اسمه عدم تكافؤ فرص، فساد كروي من الدرجة الأولى. لأن كل مسابقة من دول ليها أهداف وطموحات مختلفة. عشان كده اتمنى للانديه تتكاتف مع بعضها ولو مره واحده، وتطالب بمبدا تكافؤ الفرص. يعني طالما لعبنا نصف نهائي كاس الرابطه يبقى نلعب النهائي بعده على طول، مش بعده بشهر او اكتر. طالما بنلعب دور ال 16 في كاس مصر يبقى الدور كله يخلص، مش ناس توصل دور نصف النهائي وناس لسه في دور ال 16. المصري هيلعب مع فاركو وسموحه، يا رب الماتشين دول يعدوا على خير عشان ندخل نهائي كاس الرابطه بمعنويات مرتفعه. بالعند في منظومه الفساد الكروي اللي مش عارف هتعمل نظام محترم امتى. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.